السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير. رمضان مبارك على الجميع يا رب، صيام مقبول من الجميع. هلأ رح أعمل معاكم لبنة. حطيت هون قماشي بقلب المصفاي، وحطيت 3 كيلو لبن دسم، طبعا بده يكون كامل الدسم عشان تطلع معنا اللبنة طيبة. وهون رح أضيف كمان معلقة ونص ملح. ليش منحط الملح؟ منحطه منشان هيك يعني نتخلص من مية اللبن بسرعة، وكمان لأني بدي أعملها كرات لهاي اللبنة فبيعطيها هيك طعم كتير طيبة. بحركها هيك تحريكة خفيفة، وببقى بلم عليها القماشة شوي شوي. بلم القماشة بهالطريقة هاي. وأول شي ما بتقلها، خليها هلأ شي ساعتين ليتصفي أول شي ميتها هيك على مهلة، وبعدين ببقى بتقلها بأي شي، مثلا بعبي نفس سط اللبن أو بحطه عليها، أو أي مطبقية عندي بعبيها وبحطها فوقها. وهلأ بعد مرور تقريبا 12 ساعة شايفين تقلتها بهاي، خلص تخلص اللبن من كل ميته، صار ما أحلى. صارت عند اللبنة جاهزة. بحس اللبنة أطيب شي على السحور، هيك الواحد بياكلها جنب كاسة شاي كتير طيبة. شايفين ما أحلاها؟ نشفت على الآخر وقوامها كتير ممتاز، يعني لازم تكون ناشفة. ليش؟ لأن أنا بدي دعبلها. إذا أنتم ما بدكم تدعبلوها ممكن يعني تشيلوها قبل يعني، وتحتفظوا فيها بمطبقية وتغمروها بالزيت. 3 كيلو لبن تقريبا طلعوا معي كيلو وشوي لبنة. هلا هون بالصينية يا بتحطوا قطعة قماش قطن أو من ورق المطبخ. حطيت أنا ورق مطبخ منشان لما بدي أنا شكلهم حطهم فوقها، إلا ما يطلع منها هيك كمان شوية مي يعني، فبيغب المي المتبقية فيها. جبت عندي هون شوية مي هيك بلك ايدي فيها مشان ما يعلق اللبنة بايدي، وبكورها حسب الكرات اللي انتو بتحبوا، الحجم اللي بتحبوه. هون بدلت المي بالزيت، حسيت انه افضل، ما بتلزق ابدا، حسيتها افضل بالتشكيل. هيك لتخلص عندي كل كمية اللبنة اللي عاملتها. هاي الكمية اللي طلعت عندي ما شاء الله، شي ظريف. هلا كمان بحط فوقهم كمان من محارم المطبخ مشان كمان تغب كل المي اللي بدها تطلع منها. اذا فيها لسه شوية مي بتغبها. كمان بتركون شي ساعة زمن ان شاء الله بكونوا جاهزين او اكتر يعني حسب. هون تركتهم تقريبا كل الليل على اذان الفجر، يعني قمت شلت عنهم هدول، ما بيأثر يعني، الجو بارد وبرا البراد. شايفين احلاها صارت. هلا بعبيها بمطربان. بغمرها بزيت الزيتون كمان، كتير بيعطيها طعم طيب بزيت الزيتون. طبعا هذا الزيت كل ما بصب من اللبنة بضيف فوقها بالصحن، كتير طيب معها. فيكن انتو مثلا اذا بتحبوا تضيفوا لأي نكهة تاني، حبي سودي سمسم اللي بتحبوه. هون تاني يوم مية اللبنة ما كبيتها، احتفظت فيها، رح اعمل فيها المعروق. هلا انتو فيكن تستبدلوا مية اللبنة بالحليب. اخدت منها كاستين،
كتير بتعطي قوام طري هيك للمعروك، بيبقى معاكم طري لتاني يوم وتالت يوم. حتى مية اللبنة كتير ظريفة. أخدت كاستين منها، كاسة وفنجان وربع من السكر وبيضة. هون عندي شمرة طاحنتها ناعم كمان أخدت منها تقريبا نص معلقة صغيرة. وهون محلب كمان هيك ربع معلقة صغيرة بحط. ظرف فانيلا وظرف خميري وظرف بيكنج باودر. وبضيف كمان معلقة زبدة. وبحركن هيك تحريكة خفيفة بس لكن يمتزجوا عندي المواد السائلة كلياتها. هون تقريبا بضيف ربع كاسة زيت نباتي. هلا بضيف فوقهم كيلو طحين، كيلو كامل طحين. إذا كاستين سوائل، 3 ظروف، ظرف فانيلا، ظرف بيكنج باودر، ظرف خميري، نص معلقة صغيرة من الشمرة، ربع معلقة محلب وبيضة وربع كاسة زيت. كلهم بخلطهم مع كيلو طحين. شايفين هلا هيك بعد ما تقريبا عجنتهم شي 5 دقايق. مثل ما قلت لكم فيكم تستبدلوا مية اللبن بكاستين حليب او حتى كاستين مي، ما بيأثر. شايفين قوام العجينة ما احلاه، كتير ظريف. يعني بده يكون هيك قوامه متماسك. بتركها ترتاح عندي ساعة ساعتين، ما بيأثر. هلا بعد ما ارتاحت العجينة جبت عندي هاي الصينية لأني بدي أشكلها مثل قالب بدي أعملها. بدهن الصينية بالزبدة. هالمرة رح ريح حالي وأعملها قالب. عملت لهم إياها أول يوم رمضان، هذا هون تاني يوم رمضان. فأول يوم رمضان كتير كتير ظريفة طلعت، عملتها مثل القالب. فقلت لازم صور لكم إياها وحطها على القناة على قد ما طلعت طيبة وظريفة كتير. هون أخدت العجينة بقسمها تقريبا يعني بالنص. باخد القسم الأكبر للقالب اللي بدي أعمله بالصينية، والقسم الصغير هاد كمان بقسمه قسمين، بدي أعمل منه معروكتين سادة. هلأ بتشوفوا كيف رح أشكلهم. هلأ هي العجينة كمان بقسمها بالنص. العجينة كتير طرية يعني ما أحلاها. شايفين ما عم تلزق، ماني حاطة لا زيت لا شي، لا أبدا، لا طحين، ما رشيت طحين. تشكيلها كتير ظريف، قوامها رائع. هيك بمدها بقلب الصينية. بتمنى تكون وصفاتي عم تعجبكم وتنال إعجابكم يا رب. بتمنى تدعموني بلايك، باشتراك، بتعليق حلو لتكبر قناتي فيكم وتوصل لأكبر عدد من المشتركين والمشاهدين. وشكرا لكل اللي عم يحط لي لايك ويدعمني. هون حطيت شوكولا، بدهنها هيك بهالطريقة. هاي أول طبقة. الطبقة الثانية كمان بمدة منشان نحطها فوقها. شايفين ما أحلاها؟ لا استخدمت شوبك لا استخدمت شي، بإيدي عم مدها وكتير طرية العجينة. باخدها هيك على قد مقاس الصينية، بحطها هلا فوق الطبقة الأولى. هلا عندي الأولاد كتير بيحبوا المعروك، يعني أكتر شي حلو بيحبوه هو المعروك برمضان. يعني ما بيحبوا لا القطايف لا المشبك، لا يعني بيحبوا أكتر شي المعروك. خصوصا عم بحشي لهم إياه شوكولا، بتعرفوا الأولاد كلها بتحب الشوكولا.
وكمان بحط لهم فوق هيك بزين لهم اياه كمان بالشوكولا، كمان كتير عم يحبوه. هلا على الوجه بدهنها بقطر. ورشيت عليها سمسم، ما بكتر لاني اصلا بدي ازينها هلا ان شاء الله بتشوفوا كيف رح ازينها هيك، بس السمسم بيعطيها طعم طيب كتير كمان. وبتركها هلا تتخمر مرة تاني، يعني تقريبا نص ساعة اذا الله راد. هلا العجينة هاي راح كمان ادهنها بالقطر. وعندي هون جوز الهند، كمان كتير بيعطي جوز الهند طعم طيب كتير للمعروك، خصوصا وقت هيك بيتقرمش من فوق بتصير طعمته كتير طيبة. كمان برجع بدهنها بالقطر هيك منشان شو كتر جوز الهند، يعني بدهنها مرتين مشان يتغلغل جوز الهند بقلب العجين. هلا بحطها بالصينية، حطت لها ورقة زبدة. هاي الثانية مديتها هيك كمان دائرية، يعني ما برققها كتير، بخلي سماكة فيها شوي. شايفين هاي الصينية امبارح عملت لهم فيها معروف، ما شلت ورق الزبدة عنها، مع انه محروق ما احلى عين الله عليه، يعني ممكن استخدمون اكتر من مرة. كمان دهنتها بالقطر ورشيت عليها سمسم. هاي كمان بتركها تتخمر تقريبا يعني كمان نص ساعة، اثنيناتهم خمرهم. وهلا راح احطهم بالفرن محمي مسبقا. وهيك بعد ما طلعت قوامها خيالي، بغطيها شي 10 دقايق منشان هيك تبقى طرية. هاي هون طلعتها معاكم من الصينية، شوفوا سفلة ما أحلى، شوفوا قوامها اسفنجة، عن جد رائعة رائعة، كتير كتير ظريفة. جربوها رح تحبوها، وكل يوم رح تعملوها، عن جد إدمان بتصير، كتير ظريفة. وهي السادة، المعروكي السادة كمان ما شاء الله ريحتها ريحة الشمرة والمحلب مع الفانيلا رائعة. هلا هون رح ازينها معاكم. بتزينوها عاد بأي بسكويت انتو بتحبوه، بأي شوكولا او نوع شوكولا بتحبوه بتفضلوه. انا شو عيلتي بتحب بجيب لهم على طول هاي الاكلات الطيبة، فبزين لهم فيها. حطوا اكتر من نوع، يعني هيك بتصير الطعمة طيبة. هاي الشوكولا سادة هون كمان قطعتها، يعني من كل نوع شوي شوي بتلاقوا صار عندكم كمية كبيرة ونكهات كتير طيبة. حطيت هون كمان بسكويت الويفر بالبندق، طعمته كمان خرافية. وهون استعنت ببسكويتات ابني الصغير، بحبون كتير هدول بسكويتات محشيات بالشوكولا، كمان زينت فيهم. واخر شي حطيت عليهم كراميل، كمان بيعطي طعم كتير طيبة مع الشوكولاتة. فيكن كمان تحطوا اذا عندكم صوص الشوكولا كمان، بس خلص نحن زينا بكمية شوكولا كبيرة فهيك بكفي. عن جد رائعة كتير كتير طيبة. هاي كان تاني يوم رمضان، كانوا الأولاد رايحين على صلاة التراويح، قلت بيرجعوا بيلاقوها، إن شاء الله تكون هيك نالت إعجابكم وتجربوها. ولا تنسوني هيك من الاشتراك واللايك بالقناة. ربي يسعدكم يا رب. هلا رح اقصها وفرجيكم اياها من جوا كيف قوامها. شايفين ما احلاها، كتير طرية وهشة رائعة.
يعني ولا أطيب من أي معروكة جاهزة، كتير ظريفة. جربوها إن شاء الله ما بتندموا، اعملوها كل يوم، سهلة ما بدها شي، خطواتها سهلة، بس أهم شي التخمير، تخمروها على مرحلتين مشان تطلع معاكم نتيجة رائعة. هون عم قلكن إنها كتير طيبة. يسعد لي أوقاتكم كلياتكم، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وشوفوني إن شاء الله بفيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.